يلا فيديو جديد هنحضر مع بعض النهارده السهل الممتنع. في 10 دقايق هتدخلي تعمليهم. عندك شويه سميد في التلاجة محيرينك مش عارفه تعملي بيهم ايه، هقولك النهارده تعملي اسهل حلو ممكن تدخلي المطبخ تعمليه. اهم حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه يا ست الكل 3 كوبايات من السميد، ونص كوبايه من الدقيق، معلقتين من السكر، ومعلقه من الخميره، وكمان لو عندك معلقتين بقى من لبن البودر يا سلام بيدي طعم حلو. لو ما عندكيش خلاص مش اساسي قوي يعني. بعد كده اخد كوبايتين الا ربع من السوائل، يعني انت على حسب السميد او الدقيق انت جربي. انا هوريكي السمك اللي انا عاوزاه، يعني انا عاوزاه يكون سايل، شايفه في ثواني كده، يعني ما بياخدش بقى لت وعجن والكلام ده خالص. شايفه السمك بتاعه اهو، يعني انا كل ما بلاقيه عاوز ميه بحط له. اخد معايا بالظبط كوبايتين الا ربع. شايفين السمك سايله ازاي؟ هو ده ما تقلقيش خالص، لان احنا لسه قدامنا وقت ان احنا نسيبوه يخمر. اهم حاجه هنا مرحله الخمران. بالاسترتش راب كده وهغطيه. اخد معايا بالظبط تلت ساعه، يعني سبته. هتشوفي دلوقتي الشكل بقى مختلف خالص. شايفين عمل فقاقيع ازاي وخمر؟ بس يا يوسف بصي بقى القوام اختلف خالص. فعلشان كده بقولك هص، انا اللي هص، علشان كده بقولك لازم تسيبيه ان هو يخمر. عندك بقى البلبله بتاعت بلح الشام، كيس حلواني، هتحطي زي ما عملت كده. بصي الفقاقيع علشان سبتها خمرت. عندي سيرب بقى في التلاجة، بعمل الكيس يعني بيقضيني فترة طويلة. الكيس ب4 كوبايات، بحط عليهم 3 كوبايات من السكر علشان لو مش عاوزة الحاجة مسكرة قوي، وبيكون مظبوط. عصرة ليمون وبتسيبيه يغلي. اول ما بيغلي يعني 7 دقايق 10 دقايق، وبعد كده بتطفي عليه وشيليه في التلاجة في برطمان بيقعد معاكي فترة طويلة. حطيت الطاسة بتاعتي على النار وحطيت زيت، يعني خلي الزيت يعني غزير شويه. وبعد كده هتعملي دواير زي ما عملت كده بالظبط. بتبصي تلاقيه عمل فقاقيع كده. لا حلوه. اهم حاجه هنا ان انت تحمريه كويس زي القطايف بالظبط. القطايف لو انت ما حمرتهاش بتطلع طريه، فده نفس النظام. انت حمريها مالكيش دعوه باللون، يعني اللون ما حلو قوي، يعني حمريه شويه. شايفه اللي انا محمراه كده؟ في واحده طلعتها فاتحه، صدقيني تحسي ان دي حاجه ودي حاجه. لا انت حمريها، ما تستعجليش عليها، وخلي النار بتاعتك واصله. كل ما ايدك بتتظبط. يعني بصي الطاسه دي احسن من الطاسه التانية. في ثواني كده خلصتهم، وبعد كده بحطهم بقى في السيرب وبيطلع بالشكل الحلو ده. ايه رايكم بقى؟ في واحده طلعت معايا بطه كده. بس هي ده الحلو بتاعنا النهارده. كان سهل، في ثواني هتدخلي المطبخ تعمليه، مش هياخد منك حاجه. شايفه شكله عامل ازاي؟ طعم حلو، اخد من بلح الشام، يعني طعمه من بلح الشام او من الزلابيا اللي هي البقلاوه، يعني طعمه حلو. في ثواني هتدخلي تعمليه. مش هقولك بقى هتطلع ناجحه معاكي، مش هتطلع، صدقيني هتنجح معاكي من اول مره. يعني انا اول مره اجربها شفت شيف كبير بحب قوي الشيف ده، فلقيته عملها قلت اجربها، لو طلعت حلوه هقول لكم عليها. بجد حلوه. في ثواني هتدخلي تعمليها مش هتاخد منك حاجه. يا رب الفيديو النهارده يكون بسيط وسهل. شايفين من جوه كلها فراغات ازاي؟ هتطلع ناجحه ان شاء الله. يلا بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.